تخيل نفسك واقف في أقدس مكان على وجه الأرض، مكة المكرمة. واقف جوه الحرم الشريف وبتشوف قدامك برج ضخم بيوصل للسحاب. برج مش زي أي برج تاني، البرج ده فيه أكبر ساعة في العالم. الساعة اللي مش بتوضح الوقت بس، كمان بتربط ملايين المسلمين حوالين العالم بوقت الصلاة. عايز تعرف القصة العجيبة ورا برج الساعة الملكي؟ إزاي اتبنى وإيه اللي بيخليه مميز جدا؟ تابع الفيديو للنهاية علشان نكتشف كل الأسرار، وما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. احنا بدأنا قناة جديدة اسمها الحكاية كده، بنحكي فيها كل الحكايات الغريبة والعجيبة اللي حصلت واللي لسه ناس كتير ما تعرفهاش. لو بتحب القصص الغريبة والمواضيع اللي بتخليك تقول مستحيل، يبقى لازم تزور القناة وتشترك. هتلاقي الرابط تحت في الوصف. نشوفك في الفيديو الجاي. معجزة هندسية وروحية. برج الساعة الملكي في مكة المكرمة بيمثل تحفة فنية وهندسية، مش بس للمسلمين لكن للعالم كله. البناء الضخم اللي بيوصل لارتفاع 601 متر وبيضم أكبر ساعة على وجه الأرض مش مجرد معلم معماري عادي، لكنه رمز للقوة الروحية والإبداع الهندسي في العصر الحديث. الموقع الاستثنائي للبرج بجوار المسجد الحرام بيخلي الزوار يشوفوا مكة بطريقة مختلفة تماما، وبيزيد من إحساسهم بالانتماء للمكان المقدس. رمز للتوقيت الإسلامي. واحدة من أبرز مميزات البرج هي الساعة العملاقة اللي بتتربع على قمة المبنى. الساعة دي مش بس بتوضح الوقت، لكنها كمان بتكون مرجع للمسلمين في كل أنحاء العالم علشان يعرفوا أوقات الصلاة بدقة. الساعة دي حجمها ضخم جدا وبتوصل لقطر أكتر من 43 متر، يعني أكتر بكتير من ساعة بيج بن في لندن، حوالي 35 مرة أكبر من ساعة بيج بن في لندن. الساعة دي مش مجرد تحفة فنية، لكنها متصلة بنظام دقيق جدا بيضمن إن وقت الأذان بيظهر بدقة تامة في كل يوم. وكمان الساعة مزودة بإضاءة LED بتغير ألوانها على حسب وقت الصلاة، فأثناء الأذان بتتوهج باللون الأخضر علشان تنبه الناس إن وقت الصلاة حان. الساعة دي مش بس بتخدم المسلمين اللي في مكة المكرمة، لكنها كمان بتكون مرئية من مسافات بعيدة، لدرجة إنك ممكن تشوفها من أكتر من 8 كيلومتر. المركز الروحي للمسلمين. مكة المكرمة مش مجرد مدينة، دي أقدس مكان على وجه الأرض لكل مسلم. المسجد الحرام هو القبلة اللي المسلمين بيصلوا تجاهها من كل مكان في العالم. ولما تتخيل إن برج الساعة الملكي واقف في قلب مكة وبيطل على المسجد الحرام، هتفهم قد إيه البرج ده مهم بالنسبة لكل مسلم. كل سنة ملايين المسلمين بيجوا لمكة علشان يأدوا فريضة الحج أو العمرة. المدينة بتستقبل الزوار من كل أنحاء العالم، والبرج بيكون شاهد على رحلتهم الروحانية. وجود البرج في مكان قريب من المسجد الحرام بيوفر للزوار فرصة يشوفوا الكعبة المشرفة من ارتفاع ضخم، وبيخليهم يعيشوا تجربة روحية مميزة. بناء برج ضخم زي برج الساعة في مكة كان تحدي كبير جدا للمهندسين، وخصوصا من موقعه الفريد اللي جنب المسجد الحرام. المدينة بتشهد زحام شديد جدا، وخصوصا خلال موسم الحج، وده خلى عملية البناء معقدة جدا. فريق المهندسين اللي اشتغلوا على المشروع كانوا لازم يضمنوا إن البناء مش هيعوق حركة الحجاج أو يأثروا على الأجواء الروحانية للمدينة. الموضوع ما كانش سهل، علشان توصل لارتفاع 601 متر لازم تستخدم تقنيات هندسية متقدمة جدا، وتم استخدام مواد بناء خفيفة وقوية في نفس الوقت علشان تقدر تتحمل وزن البرج، وكمان يتحمل العوامل الجوية المختلفة في المنطقة. الأساسات كمان تم تصميمها بطريقة مبتكرة علشان تقدر تدعم البرج وتحافظ على استقراره. برج الساعة الملكي مش بس رمز هندسي عظيم، لكنه كمان رمز روحي واقتصادي مهم جدا. وجوده جنب المسجد الحرام بيخلي الزوار يشعروا بأهمية المكان، وبيزيد من تقديرهم لقدسية مكة. البناء الضخم ده بيضم أعلى مصلى في العالم، واللي بيقع على ارتفاع 600 متر فوق سطح الأرض. المصلى الموجود في قمة البرج بيوفر للمسلمين فرصة الصلاة في مكان فريد بيطل على الكعبة والمكان اللي نزل فيه الوحي. من الناحية الاقتصادية، برج الساعة الملكي بيلعب دور ضخم في دعم الاقتصاد السعودي، وخصوصا في مجال السياحة الدينية اللي تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل في المملكة. السياحة الدينية بتمثل تقريبا 12% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، والبرج بيساهم بشكل مباشر في تعزيز القطاع ده. البرج اللي بيوفر أكتر من 120 دور بيضم فنادق فاخرة بتقدم خدمات على أعلى مستوى للحجاج والمعتمرين. الفنادق دي غالبا بتكون محجوزة بالكامل خلال موسم الحج والعمرة، وبيقدر عدد الحجاج والمعتمرين اللي بيزوروا مكة سنويا بأكتر من 10 مليون زائر، منهم حوالي من 3 ل 2 مليون حاج في موسم الحج فقط. ومع عدد ضخم زي ده،
البرج بيساهم في استيعاب الزوار وتوفير إقامة مريحة ليهم، وده بيحسن تجربتهم بشكل كبير. برج الساعة مش بس مكان للإقامة، لكنه كمان مركز تجاري وسياحي. المجمع اللي موجود في البرج بيضم مراكز تسويق فاخرة ومطاعم عالمية بتقدم خدمات على مستوى عالمي. الإيرادات اللي بيحققها البرج بتساهم في تعزيز اقتصاد المملكة. تقديرات الإيرادات السنوية اللي بيحققها برج الساعة والمجمعات المرتبطة بيه ممكن توصل لأكتر من 500 مليون دولار سنوياً. السعودية بتستثمر بشكل ضخم في مشاريع البنية التحتية اللي بتدعم الحجاج والمعتمرين، ومشروع برج الساعة كان واحد من أكبر الاستثمارات دي بتكلفة إنشاء تقديرية وصلت لحوالي 16 مليار دولار. ومع مرور الوقت البرج بيحقق عوائد كبيرة من خلال استضافة الحجاج والزوار، وكمان من خلال الإيرادات اللي بتيجي من المرافق التجارية والسياحية اللي بيضمها البرج. السياحة الدينية تعتبر تاني أكبر مصدر دخل للسعودية بعد النفط، وبرج الساعة الملكي بيلعب دور محوري في تنمية السياحة وتعزيز الإيرادات اللي بتيجي من الحجاج والمعتمرين. وكمان البرج بيعتبر مركز استثماري كبير بيدعم فرص العمل في مكة، وبيوفر آلاف الوظائف في مجالات الضيافة والتجارة والخدمات. دور البرج في تقديم الخدمات للحجاج. برج الساعة الملكي مش بس رمز معماري، لكنه كمان بيقدم خدمات ضخمة للحجاج والمعتمرين. الفنادق اللي موجودة فيه بتوفر إقامة فاخرة ومريحة لكل الزوار اللي بييجوا لمكة من كل أنحاء العالم. كل طابق من طوابق البرج بيطل على المسجد الحرام، وبيوفر إطلالات رائعة على الكعبة، وبيدي الزوار فرصة إنهم يشوفوا مكة من زاوية فريدة. المرافق اللي موجودة في البرج زي المطاعم ومراكز التسوق والخدمات الطبية بتخدم ملايين المسلمين اللي بييجوا لمكة كل سنة، وبتساعدهم على التركيز على عباداتهم من غير ما ينشغلوا بالتفاصيل اليومية. البرج بيوفر كمان خدمات ترفيهية وتجارية علشان يخدم كل احتياجات الزوار. الساعة وتكنولوجيا المستقبل. التكنولوجيا اللي استخدمت في بناء برج الساعة واحدة من أعظم الإبداعات الهندسية في العصر الحديث. الساعة مش بس بتوضح الوقت، لكنها كمان متصلة بنظام دقيق لضبط الوقت الإسلامي. التكنولوجيا دي ممكن نشوفها بتتطور في المستقبل عشان تخدم الحجاج والزوار بشكل أكبر. التطبيقات اللي بتحدد أوقات الصلاة ممكن ترتبط بشكل مباشر بالساعة في المستقبل، وكمان ممكن يتم تطوير أنظمة تكنولوجية بتساعد في تنظيم حركة الحجاج والزوار داخل مكة. كل التطورات دي هتخلي برج الساعة مش بس منارة للوقت، لكن كمان مركز تقني بيجمع بين العبادة والتكنولوجيا. برج الساعة الملكي مش بس رمز لمكة، لكنه كمان رمز للمسلمين حول العالم. البرج بيجمع بين التكنولوجيا الحديثة والروحانية اللي بتميز الدين الإسلامي. المسلمين حوالين العالم بيتابعوا أوقات الصلاة من خلال الساعة دي، وده بيخليها رمز للتواصل بين المسلمين. برج الساعة بيفكر المسلمين في كل مكان بأهمية مكة، وبيكون بمثابة تذكير يومي بقدسية المدينة وأهمية الوقت في حياة المسلم. الساعة بتكون مرجع لكل المسلمين لتحديد أوقات الصلاة بدقة، وده بيجمع الأمة الإسلامية حوالين توقيت واحد. في النهاية برج الساعة الملكي مش مجرد معلم سياحي، لكنه رمز للعظمة الإسلامية والتكنولوجيا الحديثة. البرج بيوفر للمسلمين مكان للعبادة، وفي نفس الوقت بيساهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين، وبيخدم ملايين الزوار سنوياً. لو زرتوا مكة وشفتوا برج الساعة شاركونا تجربتكم في التعليقات، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. سلام. احنا بدأنا قناة جديدة اسمها الحكاية كده، بنحكي فيها كل الحكايات الغريبة والعجيبة اللي حصلت واللي لسه ناس كتير ما تعرفهاش. لو بتحب القصص الغريبة والمواضيع اللي بتخليك تقول مستحيل، يبقى لازم تزور القناة وتشترك. هتلاقي الرابط تحت في الوصف. نشوفك في الفيديو الجاي.